حاسة إن الناس بتتعامل مع كلمة منطقة الراحة وكأنها مشكلة أو حاجة صعبة. يعني لو حد مرتاح في شغله أو حياته على طول يتقال عليه إنه مش بيطور نفسه أو خايف يجرب الجديد. بس في نفس الوقت لو قعدنا في نفس المكان طول الوقت وما جربناش حاجة جديدة، حياتنا ممكن تبقى مملة أو حتى محدودة جدا. طب تفتكر منطقة الراحة حاجة وحشة ولا هي ضرورية في أوقات معينة؟ وإزاي نعرف إمتى نخرج منها وإمتى نفضل فيها؟ السؤال ده مهم جدا لأن منطقة الراحة مش دايما وحشة، لكن ممكن تبقى فخ كبير لو خلتنا نكسل أو نخاف من التغيير. أنا متحمسة جدا أبدأ الحلقة وحابة نتناقش في كل تفاصيلها. في البداية بحب أرحب بكل مستمعين بودكاست مراية، وبرحب معاكم بلايف كوتش أحمد. ازيك يا كوتش؟ حلقتنا النهاردة موضوعها عن منطقة الراحة، وهل هي نقطة انتقال وتحول في حياتنا ولا لأ؟ جاهز نبدأ؟ أهلا بيك يا كوتش، برحب بيكي وكل مستمعينا في بودكاست مراية. أنا جاهز جدا أبدأ، لأن دورنا هنا إننا نوضح بالتفصيل لكل مستمعينا يعني إيه منطقة الراحة. طب ممكن في البداية يا كوتش توضح لكل مستمعينا يعني ايه منطقة الراحة؟ أكيد طبعا، توضيح المعنى هيفرق جدا مع مستمعينا. منطقة الراحة هي الحالة اللي الشخص بيحس إنه مرتاح فيها نفسيا وعارف كل حاجة حواليه. مفيش ضغوط أو تحديات وكل حاجة ماشية بسلاسة من غير مجهود كبير. أو حد متعود على نمط حياة معين ومش قادر يجرب حاجة جديدة حتى لو عايز يطور نفسه. طب هي ممكن منطقة الراحة ممكن تكون حاجة سلبية ولا ليها جانب إيجابي برضه؟ هي ليها جانبين، يعني مش دايما وحشة لأننا ساعات بنحتاجها عشان نعيد ترتيب أولوياتنا ونحس بفترة من الراحة والاستقرار. لكن المشكلة لما تتحول لمنطقة ركود، لما الواحد يبقى خايف يخرج منها أو يبقى مستسلم للوضع اللي هو فيه. طب إمتى نعرف إننا وقعنا في الجانب السلبي من منطقة الراحة وإنها بقت عائق في حياتنا بدل ما تكون راحة؟ لما نحس إننا بقينا بنرفض أي حاجة جديدة أو بنقنع نفسنا إن ده كفاية، حتى لو جوانا صوت بيقول لأ. زي حد عايز يغير شغله بس كل مرة يقول مش وقته، خليني مستني شوية. أو حد عنده هدف أو حلم وخايف ياخد خطوة لأنه متعود على الوضع اللي هو فيه. أو حتى في العلاقات، في ناس بتفضل في علاقات غير صحية لمجرد إنها متعودة على الشخص ده.